مساء الخير على أحلى متابعين في الدنيا وحبايبي في الله جميعا. أتمنى تكونوا في أفضل حال يا رب، وصحة وسعادة وهنا وراحة بال، ودايما كده يا رب زايدين مش ناقصين بإذن الله. واللي بشوفني الأول مرة، أنا أختكم في الله أم مرمر من صعيد مصر. أتمنى لو قناتي عجبتكم وفيديوهاتي فضلا وليس أمرا منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عندي في الصعيد بإذن الله. النهاردة يا جماعة أنا هعملكم فطاير محشية بطريقة سهلة جدا، والعجينة سهلة جدا جدا. أتمنى تجربوها وأتمنى الفيديو يعجبكم بإذن الله. البداية بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا معايا كيلو دقيق يا جماعة، هنحط عليه معلقة ملح ومعلقة سكر وكيس خميرة فورية ونص كوباية زيت ومية بقى للعجن. سهلة جدا ما فيهاش أي إضافات تانية يا جماعة، عجينة سهلة جدا واقتصادية جدا جدا. حطيت بقى الملح والسكر والخميرة، دوبتهم كويس جدا في المية، وحطيت بقى من نص كوباية الزيت حطيت حوالي معلقتين كبار، ونزلت عليهم بقى بالدقيق، وهبتدي بقى اعجن العجينة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. العجينة بقى دي يا جماعة ممكن تعجنيها بلبن، بمية، بزبادي، بأي حاجة، بأي إضافات عايزة تحطيها حطيها. بس أهم حاجة مش الإضافات يا جماعة، أهم حاجة إنك تخدم العجينة كويس جدا، سواء بدقيق تومين أو دقيق أبيض أو دقيق فاخر. مش هيفرق يا جماعة أي إضافات تحطيها غير إنك تخدم العجينة كويس جدا. عايزة أقولك ده دقيق عادي جدا بتاعنا، حطيت له ما حطيتش أي إضافات غير كيس الخميرة الفورية، السكر والملح والدقيق والمية كله موجود في البيت والزيت. اشتريت كيس خميرة فورية يا جماعة، بس أهم حاجة خدمتها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وطلعت منها فطاير حلوة جدا جدا. عجنت العجينة بتاعتي وحطيت لها في الآخر معلقتين زيت يا جماعة، وغطيتها كويس في حتة دافية عشان تختمر معايا كويس جدا. دلوقتي بقى هنحط الحشوة اللي احنا هنحطها للفطاير. معايا بصلتين كبار مقطعهم صغير زي ما انتم شايفين كده، ومعايا بقى 3 4 فلفلات رومي قطعتهم بنفس تقطيعة البصل. حطيت الطاسة على النار وحطيت له زيت ونزلت عليهم بالبصل، حمرتهم يدوب صفر كده، نزلت عليهم بالفلفل زي ما انتم شايفين كده. ودي يا جماعة لحمة كنت سلقاها وأكلنا منها وفضلت كام قطعة، فأنا جبت المقص بتاعي وقطعتها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، ونزلت على البصل والفلفل باللحمة بتاعتي. فالحشوة بقى انت الفطاير دي أي حشوة تحبيها، ممكن لحمة مفرومة، جبنة بيضة، لانشون، أي حشوة انت حباها ممكن تحطيها في الفطاير. حطيت لها بقى التوابل بتاعتي، الفلفل والشطة والملح والكزبرة. هي اللحمة بقى مستوية مش هتاخد وقت بقى. طفيت عليها النار وهحطها في الطبق بتاعي عشان تبرد بقى، زوب ما اجيب العجينة بتاعتي واقطعها. فلازم الحشوة تحطيها باردة للفطاير يا جماعة، العجينة لازم الحشوة تكون باردة. جبت العجينة بتاعتي وخمرت وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده. جبت طاسة ودهنتها زيت وهبتدي بقى اقطعها كور صغيرة زي ما انتم شايفين كده، على قد الفطيرة اللي انا هعملها قطع صغيرة. وبعد ما اخلص كل تقطيعة العجينة بتاعتي هسيبها يدوب دقيقتين بس ترتاح القطع بتاعتي، وابتدي بقى افرد الفطاير بتاعتي واحط الحشوة بتاعتي. بقطع بقى كل الكمية زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى العجينة هشة جدا وطرية وحلوة جدا. قطعتها كل الكمية وسبتها بقى دقيقتين ترتاح، واخدت قطعة قطعة زي ما انتم شايفين كده، واحط الحشوة بتاعتي واقفل بقى زي ما انتم شايفين كده. جبت الصاج بتاعي دهنته زيت من تحت، وقفلت اول فطيرة زي الحمامة بالظبط يا جماعة تعملوها. والتكفيلة بتاعتك تبقى من تحت عشان خاطر الحشوة بتاعتك ما تطلعش في التخمير او في الفرن.
العجينة حلوة جدا يا جماعة وطرية وهشة وبتتفرد معايا بكل سهولة. ده كله عشان خاطر أنا عجناها كويس جدا. وزي ما انتم شايفين كده فطاير اقتصادية جدا جدا، ما فيهاش أي إضافات يا جماعة، وسهلة جدا. وطالما انت خادماها كويس جدا هتاخدي منها معجنات حلوة جدا جدا. هخلص بقى كل كمية الحشوة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، افردها مفردهاش، يدوب بس فردة بسيطة تشيل الحشوة، وبعد كده اقفلها بقى. اقفلها كويس جدا عشان خاطر زي ما قلت لك الحشوة ما تطلعش منك، لازم تقفليها كويس جدا. والتقفيلة لازم بقى برضو تتحط من تحت، مش هتاخد وقت خالص منك يا جماعة. انت يا دوب تقومي صلاة الفجر، وكلنا عارفين حتى اللي بيصحوا وخري في ايام المدارس لازم بيصحوا بدري عشان خاطر بقى تحضير السندوتشات وتحضير الشنط وتقومي اولادك للمدارس، فلازم بتصحي بدري. يا دوب كده على بعد ما تصلي صلاة الفجر تقومي تعجن العجينة بتاعتك وتخمريها، ولحد ما تختمر انت بتكوني عملت الحشوة بتاعتك حضرتيها. فتحشيها بقى ما بتكملش يا دوب ربع ساعة، بتخليها تختمر تاني وتحطيها في الفرن بتاعتك، ما بتكملش تلت ساعة يا جماعة، بتحمر لك وتبقى لك زي الفل. فبتعملي فطاير طازة لأولادك وجميلة جدا. خلصت الحشوة بتاعتي يا جماعة، وفضلت عندي عجينة، فدورت في التلاجة أجيب جبنة بيضة ما لقيتش، فلقيت مش عندي، فقررت أحشي المش بتاعنا الجميل زي ما انتم شايفين كده. والله العظيم هتاكلوا فطير بالمش، طعمه جميل جدا، أتمنى تجربوه. أنا مجرباها كذا مرة بحشي بيها الفطير بتاعتي، فطيرة بتاعتي طعم خطير جدا بالمش. وعلى فكرة أولادك هيحبوه جدا جدا. هخلص كل الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. خلصت كل الكمية بقى وسبتها تختمر يا جماعة ربع ساعة. واختمرت وزي الفل. دلوقتي هدهن الوش بتاعي، جبت بيضة وجبت معلقتين لبن، وهحط لهم رشة فلفل اسود، وهدهن بقى الوش بتاع الفطاير بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. لو عندك فرشة بيكون اسهل بكتير، احسن من المعلقة. وهبتدي بقى اخد بالي ما اضغطش على الفطاير بتاعتي عشان خمورها ما يهبطش معايا. فتحاولي على قدر الامكان كده بشويش كده تدهنيهم بشويش عشان الخمور بتاعك ما يهبطش. هخلص بقى كل الكمية الفطير بتاعي ادهنها، ومعايا بقى سمسم هرشه على الوش. لو عايزة تحطي حبة البركة ينسون اللي انت حاباه ترشيه على الوش، اللي انت حاباه تحطيه. انا بقى النهاردة هحط هحط سمسم زي ما انتم شايفين كده، واخلص كل الكمية بتاعتي وارش لها السمسم. ومسخنة الفرن بتاعتي بقى، سخنها كويس جدا واوطيها بقى زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى الفطاير بتاعتي في الفرن، وزي ما بقولك مش هتكمل يا جماعة تلت ساعة هتلاقيها حمرت من فوق وادت وش حلو جدا عشان انت دهناها بالبيض واللبن. وطلعت الفطاير بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، والعجينة هشة وجميلة جدا، وما خدش منينا وقت ولا إمكانيات. الإمكانات الموجودة عندك في البيت يا دوب كيس خميرة فورية والدقيق عندك في البيت، أي نوع دقيق يا جماعة، لو حتى دقيق التومين بيطلع جميل جدا. عجينة اقتصادية، لأنك كل يوم أولادك في المدرسة، فكل يوم محتاجة ليهم تعملي لهم سندوتشات.
فمش كل يوم هتكلفينهم مبلغ وقدره، لا، عجينة اقتصادية جدا هتطلع منها فطاير حلوة جدا جدا، وولادك هياكلوها، مش هيرجعوا بالسندوتشات البيت، لا هياكلوها وهتعجبهم. واتمنى تجربيها، عجينة هشة جدا وطرية، ومش هتاخد منك اي مجهود ولا امكانيات خالص جدا. الإمكانيات الموجودة عندك في البيت وظفيها واعمليها وهتطلع جميلة جدا. وممكن يا جماعة تعملوا كمية الأسبوع كله بالفطاير دي، بالحشوات اللي انت تحبيها، تعملي كمية للأسبوع كله. فيعني هتوفري معاكي مجهود جامد جدا انك كل يوم تقولي ايه هحشي لهم النهارده، لا هتعملي الحشوات اللي انت عاوزاها وتطلعي كل يوم مستخني. بعد ما تسويهم في الفرن، لازم تسويهم ما تخليهمش نايين في الفريزر، لا لازم يستووا في الفرن، وتطلع كل يوم مستخنية يدوب في الطاسة او في الفرن، هيطلع لك جميل جدا. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، واللي مشتركش في القناة اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.